وفعلا فضلت ماشيه فتره طويله في الغابه، وللاسف كانت ماشيه في الطريق الغلط وتاهت عن المكان اللي هترجع منه، وساعتها ما كانتش عارفه تتصرف ازاي او تعمل ايه. راحت قررت انها تستخدم التليفون بتاعها علشان تكلم اي حد وتطلب منه المساعده، لكن للاسف ما كانش فيه اي شبكه، وساعتها ليزي اتعصبت جدا. بعد كده بدا الوقت يعدي عليها وهي تايهه وسط الجبال، والبرد والتلج بدا ياثروا عليها. فجأة ومرة واحدة وهي ماشية بتيجي على الأرض ورجلها بتتعور. بعد كده بتحاول تمتلك أعصابها علشان تدور على حد يساعدها ويرجعها الفندق مرة تانية، لكن للأسف كانت ماشية في الطريق الغلط، وكل شوية بتبعد عن مكان الفندق لحد ما ليز تعبت جدا، والإرهاق والتعب والجو بدأ يأثروا عليها. ساعتها فقدت الأمل إنها ممكن ترجع مرة تانية أو حد يروح عندها وينقذها، وفضلت تنادي بصوت عالي علشان أي حد يسمعها ويجي ينقذها، لكن للأسف محدش بيسمع صوتها ومستحيل إن حد يوصل ليها. فجأة ومرة واحدة بتشوف نور من بعيد لبيت موجود وسط الجليد، وقتها فرحت جدا وبدأ الأمل يرجع ليها، وبسرعة حملت على رجلها المصابة وراحت ناحية البيت، وهناك فضلت تنادي على أي حد عشان يساعدها، لكن للأسف ما كانش في حد موجود. وساعتها شافت الباب مفتوح، راحت دخلت بسرعة عشان تدفي نفسها شوية. فجأة ومرة واحدة اتفاجئت بصاحب البيت جاي من وراها، راحت خافت منه ووجعت الأرض وأغمى عليها. راح صاحب المكان اللي اسمه جيرمي شالها ونيمها على الكنبة. تاني يوم الصبح جيرمي بيروح عندها عشان يطمن عليها، ولما صحت خافت جدا منه، وعلشان كده وقعت من على الكنبه اللي كانت نايمه عليها، وتعصبت على جيرمي جدا وقالت له انت مين؟ قال لها انت اللي مين وايه اللي دخلك بيتي؟ واتكلمت معاه باسلوب مش كويس واتغاظت منه جدا لان هو اللي ضربها وفقدها الوعي. وقتها جيرمي حس انها مغروره جدا وبتكلمه بطرف مناخيرها، راح اتعصب عليها وطردها من البيت. راحت طلبت منه انها تاكل اي حاجه قبل ما تمشي لانها بقالها يومين ما كلتش. ساعتها جيرمي بتصعب عليه حالتها وعلشان كده جاب لها اكل معلب، وساعتها ليز لما شافت الاكل اتريقت عليه، راح قال لها ده الاكل الموجود هنا. راحت ليز اضطرت انها تاكل لانها كانت جعانه جدا. بعد كده اتكلمت معاه وطلبت منه انه يجيب لها الاسعاف لان رجلها متعوره جدا وعلشان كده مش هتقدر تتحرك. راح جيرمي عرفها ان مفيش اي تليفونات هنا، وعلشان ليز متدلعه زياده عن اللزوم والفلوس عندها اخر حاجه تفكر فيها، عرضت عليه مبلغ كبير جدا في مقابل ان هو يساعدها ويرجعها الفندق مره تانية. وقتها جيرمي بيعرفها ان مفيش اي وسيله مواصلات هنا. راحت اتعصبت جدا عليه لانها استغربت ازاي هو عايش هنا وازاي مفيش اي تليفون او وسيله مواصلات. راح جيرمي اتكلم معاها وعرفها ان متفق مع ناس تجيب له الاكل كل شهر، ولو عاوزه تمشي معاهم هم يرجعوا بعد اسبوعين. وقتها ليز كانت حاسه انها مستحيل تقعد في مكان زي كده وكمان لمده 15 يوم، وانها لازم تسيب المكان الغريب ده باي طريقه، لكن وقتها ما كانتش عارفه تتحرك بسبب رجلها المصابه، وكمان ما كانتش عارفه الطريق، وصعب جدا انها تمشي 25 كيلو لحد ما توصل للمدينه. وعشان اسلوبها المستفز في الكلام جيرمي بيطردها مره تانية. وقتها حاولت تهديه وطلبت منه انها تقعد معاه كام يوم لحد ما رجلها تخف شويه،